يا مروة، لديك شيء في المهدي تسأليننا عنه؟ المهدي، يلا عندي سؤال عن المهدي. تفضلي. لماذا الدجال يظهر؟ يعني والنبي عيسى يظهر، وش معنى المهدي يولد عندكم؟ هذا السؤال الأول. ايش الوجه الإشكال عندك؟ ايش معنى يعني هؤلاء يظهرون انتم تؤمنون بهم وتؤمنون بظهورهم؟ ايش معنى الامام المهدي تقولون لا هو مو يظهر؟ يعني اذا كنا نحن ننكر ولادة المهدي ونحن نؤمن ان المسيح الدجال موجود، يعني السؤال استغربته يعني. وهذا السؤال قد سأله بعض الشيعة لأهل السنة. قالوا أنتم كيف تنكرون ولادة المهدي وتقرون بأن المسيح الدجال حي وله آلاف السنين، يعني منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم المسيح الدجال حي، كيف تنكرون؟ ونحن نجيب على هذه الشبهة سواء طرحتها مروة أو غير مروة. يعني هذا جواب لكل الناس. الجواب على ذلك من 3 وجوه. الوجه الأول، لم يقل أحد من أهل السنة أن الإيمان بالمسيح الدجال من أصول الإيمان. نعم هو من الإيمان، يعني وردت أحاديث لا شك فيه متواترة في أنه موجود، وأحاديث بالمسيح الدجال منها أحاديث ويأجوج ومأجوج. نعم. لكن هل المسيح الدجال الآن في مكان معين هل هو من أركان الإيمان؟ لم يقل أهل السنة أن من أنكر المسيح الدجال كفر أبدا. بل لو قال قائل أن المسيح الدجال لم يولد الآن وسيولد فيما بعد ما قال أهل السنة أنه كفر ولا شيء من ذلك. قد يقولون خالف بعض الأحاديث لكنه لم يكفر. لكن الشيعة يعتقدون أن الإمام محمد بن الحسن العسكري بشحمه ولحمه حي يرزق، حي يرزق، ومن لم يؤمن به طب ما مصيره؟ هنا المشكلة، لماذا نحن نتحدث عن المهدي؟ لو أنه كان شيئا هامشيا، يعني مجرد رجل ولد، هل ناقشنا نحن في ولادة أحد من الناس؟ لا. يعني لو افترضنا أن واحدا من أهل السنة اعتقد أن الخضر حي إلى الآن، ولكنه لا يعتقد أن الإيمان به ضروري من ضروريات الدين، ليس عقيدة عنده وليس أصل من أصول الدين. طيب ما نقيم الدنيا ولا نقعدها من أجل ذلك. لكن نحن ننكر هذا الأمر، أنهم قالوا من لم يؤمن بهذا الرجل فهو خارج عن دين الإسلام. بالضبط، هو ركن من أركان أو بطلة الإمامة التي هي يعني هو التي يوصلها إلينا الآن. انظر، 12 يعني هو أحد أركان الحلقة. سلسلة الحلقة 12 بالضبط، هو الحلقة 12. إذا سقطت الحلقة 12 سقطت السلسلة كلها وبطل دين الشيعة الذي يقوم عليه. ولهذا لو نظرنا إلى كتاب الاعتقادات للصدوق، ما حكم من ينكر المهدي عنده؟ يقول في كتاب هذا مصنفات الصدوق، مصنفات الصدوق، ومن ضمنه كتاب الاعتقادات. نستنى شوي. نعم. كتاب مصنفات الصدوق، كتاب الاعتقادات، هذا أحد أجزاء هذه المصنفات. طبعا وتحقيق كده يا شيخنا. هذا تحقيق. مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع. نعم. انظر ماذا يقول فيه. يقول فيه: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو أحد الأئمة والأئمة من بعده، من يدخل فيهم؟ المهدي. لو قلت أنه لم يولد ماذا سيكون مصيرك؟ أنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء. إذن لو أن واحدا قال المهدي الدجال ليس موجود، هل يعتبر أنكر نبوة ليس أصلا عند الشيعة، عند السنة؟ لا عند السنة ولا عند الشيعة. نعم. لا عند السنة ولا عند الشيعة. قال: واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصادق المنكر لآخرنا، من هو آخرنا؟ المهدي كالمنكر لأولنا. بالضبط. يعني سواء عليه الصلاة والسلام أو علي. إذن هي عقيدة وأصل من أصول الشيعة. انظر ماذا يقول كمال الحيدري. يقول: الإيمان بالمهدي ركن عقيدة أهل البيت. لكن ما قال أهل السنة أن الإيمان بالمسيح الدجال ركن من لم يؤمن به لا يكون سنيا. ما قال هذا. يقول أنه أخطأ. قبل أن نشاهد هذا الفيديو، إذن القياس هنا باطل. يعني نقول لمروة، يعني لما تقيس فرع بأصل، يعني لما نقيس فرع بأصل لا يجوز. جميل جدا. أليس كذلك؟ أحسنت. طيب نشوف الوثيقة فيديو الإيمان بالمهدي من أركان عقيدة أهل البيت.
سؤال أساسي ومهم، وأنا بودي أن أولئك الذين يطالبوننا بأنه هذه العقيدة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت في المهدي المنتظر، في الإمام المهدي، أنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، واقعا أنه في كلمات علماء المسلمين الكبار، لا أقول فقط في خصوص كلمات علماء المسلمين من مدرسة الصحابة، لا، علماء المسلمين بشكل عام، طبعا غير علماء مدرسة أهل البيت، وإلا علماء مدرسة أهل البيت واضح أنهم ماذا يعتقدون، واضح متواترة وتعد من أصول ومباني وأركان عقيدة مدرسة، تعد من أصول وأركان ومباني عقيدة أهل البيت. نعم. السؤال لما روى ومن على شاكلتها. هل الإيمان بالمسيح الدجال من أركان وعقائد مدرسة أهل البيت؟ من أصول ومباني وعقيدة الشيعة أو السنة؟ لا يوجد. هو ده. لا يقال هذا. فلا يصح قياس المهدي على الدجال. لا يصح قياس فرع على أصل. أيوة أحسن. يعني نحن نعتقد أن هذا فرع، لا يعني لو سقط لا يعتبر هد الدين ولا شيء من ذلك. ولا يخرج من الملة ولا غير ذلك. لماذا نتكلم عن المهدي ونقول لا، الأصل ليس موجود لأنه أصلا لم يثبت. وهذا هو الوجه الثاني، أن الإيمان بالدجال متفق عليه بين السنة والشيعة، وولادة المهدي عند الشيعة خاصة. فكيف تلزمنا بشيء لا نؤمن به؟ السؤال، وأنا أتحدى جازما أن يخرجوا لنا رواية من كتب السنة تنص على مهدية الإمام محمد بن الحسن العسكري أنه المهدي. خلينا في القرآن. لا، عند السنة. بقول لك خلينا في القرآن. في كتب السنة أنا أفتح لهم المجال في كتب السنة أن يقولوا أن أهل السنة في، يعني أنت نزلت للحديث إلى الحديث. أن يوجد في كتب السنة النص على أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري الثاني عشر، وأن أهل السنة يؤمنون بهذا المهدي ومهلتهم 5 سنوات. يفتشوا في أي كتاب من كتب السنة لن يجدوا على الإطلاق، لا صحيح ولا ضعيف، لا يوجد أحد من علماء السنة. ولهذا هذا كتاب محمد جواد مغنية اسمه عقليات إسلامية، بحث عقلاني في الألوهية والنبوة والآخرة، الإمامة، المهدي المنتظر ومسائل أخرى. الجزء الأول مكتبة عز الدين، يقول فيه وهو يتكلم عن المهدي، قال: القول بخروج المهدي وولادته وكل ما يتصل به لا مستند له إلا الأحاديث النبوية. لا مستند له إلا الأحاديث. رغم أن احنا نرجع تاني للأصل يا شيخ خالد، هل الأصول تثبت في القرآن، موجودة في القرآن، أم تثبت بالروايات والأحاديث؟ إذا جعلناه أصل نحتاج إلى القرآن. إلى القرآن محكم. مش متشابه. يقول: لا مستند له إلا الأحاديث النبوية. غاية الأمر أن خروجه في آخر الزمن ثبت بطريق السنة والإمامية. أما ولادته فقد ثبتت بطريق الإمامية فقط. يعني أنه قد ولد ووجد إلى الآن. ومسردب ولا؟ أيوة، هذا هو السؤال. إذن السؤال الآن، الفرق الآن أن الدجال، هل يؤمن الشيعة بالمسيح الدجال أو لا يؤمنون؟ أكيد يؤمنون. يؤمنون ونحن نؤمن. إذن مسألة المسيح الدجال متفق عليها بين أهل السنة وبين الشيعة. نعم. أما المهدي وأنه قد ولد وأنه قد لم تثبت إلا عند أهل الشيعة بس، عند الشيعة فقط. ونحن نطالبهم بالدليل. الوجه الثالث، الإيمان بولادة المهدي محل خلاف عند الشيعة أنفسهم كمان. أيوة، عند الشيعة. ولهذا أخرجنا روايات من كتب الشيعة فيها أن المهدي أصلا لم يولد. قرأنا في الناقض الذي مضى، ولكن سنعيده أيضا، الذي هو كتاب أصول الكافي المجلد الأول. نعم، في كتاب أصول الكافي المجلد الأول صفحة 581 يقول: طيب، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليه الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل. تبين بطلان الحمل، هذا ما هو كتب سنة، هذا كتاب شيعي، وأصح الكتب لدى القوم. وأصح الكتب. إذن في كتبهم وأصح الكتب، لكن يا أخي محمد، كيف يكون الحل عندهم؟ قالوا هذه رواية ضعيفة. لكن الشيعة منقسمون إلى قسمين: أصوليون وإخباريون. ما معنى أصوليون؟ ما معنى إخباريون؟ نعم. الأصولي هو الذي قلد أهل السنة، ما كان يوجد عندهم حديث صحيح ولا ضعيف، حتى جاب بن طاووس وبن مطهر الحلي
حتى قال واحد: أول من أفسد الدين الإمامية ابن مطهر الحلي. نعم. ليش أفسده؟ لأنه بدأ يصحح ويضعف. يبحث. ابن طاووس شيخ شغل دماغه. نعم. بدأوا يقولون هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، حتى قال الحر العاملي في وسائل الشيعة، قال: لو أننا أجرينا مقياس الجرح والتعديل على كتبنا ما صح لنا حديث ولا بقي لنا راوي. هكذا قال العاملي. نعم، هكذا في وسائل الشيعة، في جبل لبنان، في جبل عامل بلبنان. نعم. في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي. نعم. إذن هذا الكتاب ما موقف الشيعة منه؟ انقسموا إلى قسمين. منهم من يقول كل ما في الكافي صحيح، وهؤلاء يسمون الإخباريون، اللي هو المهاجر منهم المهاجر. كل ما في الكافي صحيح، أي يؤمنون بكل ما خبر عن أهل البيت. إذن ما هو الحل؟ صحيح أو ضعيف أو عليهم أن يتفقوا أولا، هم يسدوا فيما بينهم ويتفقوا فيما بينهم وبعدين يجوا عندنا. شيخ خالد، ما أنت سألت أختنا مروة السؤال المرة اللي فاتت، قلت لها تؤمني بالكافي؟ قالت لك طبعا للكليني، لكن تقول ليس كل ما في الكافي صحيح. قالت لك مش صحيح. قلت لها كيف تفرقي؟ هل تعرفين الصحيح من لا تعرف، لا تعرف. ولا يعرف كبار أئمتهم التفريق بين الصحيح والضعيف، حتى المجلسي وحتى البهبودي. عندي أنا وثيقة من كبار المرجعيات أنهم قالوا تصحيح البهبودي، محمد باقر البهبودي، لكتاب الكافي، قالوا لا يعتبر في ميزان الحوزة العلمية، ليس له أي قيمة. الشاهد معنا ما هو؟ أنه في أصح رواياتهم التشكيك في ولادة المهدي، أنه لم يولد أصلا. هذا ليس عندنا نحن، ليس من كتبهم، في كتبهم. وهكذا وقال هذا أحمد الكاتب، يمكن أو مشاهدينا الكرام أخونا أمير: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، طبعة الانتشار العربي، بيروت لبنان. يعني هي المسألة ليست كتابا، وأحمد الكاتب هو شيعي ولم يكن يعني أو كده شيعي ولم يتسنن ولا غير ذلك، وإلى الآن شيعيا، بل فقط هو مفكر شيعي ورجل فاضل أعمل عقله فوصل إلى أنه ليس هناك مهدي أصلا، وقال هو أكذوبة وخرافة. ويعني بعد صدور الكتاب هذا لأحمد الكاتب حاول المرجعيات أن يردوا عليه، وأرسل هذا الكتاب قبل طبعه إلى كبار العلماء في الحوزة والنجف وإلى آخره وقم. انقسموا تجاهه. طيب ماذا حصل؟ أنهم ردوا عليه، فرد عليهم بهذا الكتاب اللي هو هذا اسمه في سبيل الشورى والوحدة والتجديد. حوارات أحمد الكاتب مع المراجع والعلماء والمفكرين حول وجود، لاحظ معي، حول وجود الإمام الثاني عشر. هذا كتاب مؤلفه شيعي لأحمد الكاتب. يعني ناقش كبار المرجعيات. هل هذا ما هو سني هذا الرجل؟ لا. هذا لا يزال شيعيا إلى الآن. لا، معروف، وهو معروف من يعني. مقلدي السيستاني. يقول على أن المهدي ليس موجود. هذا كتاب لأحمد الكاتب ينكر فيه وجود المهدي المنتظر. قال مع من ناقش؟ رد على كبار المرجعيات مثل علي الكوراني وكمال الحيدري، رد عليهم بهذا الكتاب ولم يستطيعوا أن يردوا عليه إلى الآن. ده اللي حصل يا شيخنا. يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا، ان هو لما عمل الكتاب اللي هو تطور الفكر السياسي الشيعي اللي انكر فيه المهدي ونظريه ولايه الفقيه وغير ذلك، عرض الكتاب 5 سنوات المرجعيات انقسمت قبل طبعه. نعم. قال ليصححوا لي، يعني هكذا ذكر الرجل، يعني قال ليصححوا لي، هذا موجود في الكتاب الذي امامي. فبعضهم قال له يعني لا تبرزه، خلاص يعني عفى الله عما كان، وما تقولش الكلام ده وما تفضحش الدنيا. بعضهم قال انه عميل لدوله اجنبيه وهو شيعي الى الان يعني. بعضهم قال، وهذا الأغلب، قالوا له لا تطوي سفرة صاحب الزمان. انت اتجننت يا أستاذ أحمد، ده هناك يعني المهدي ده له سفرة كبيرة، له أخماس وله يعني مؤسسات عالمية بتدار يعني من قبل الماسونية العالمية والصهيونية العالمية والصفويين هناك في إيران. فأنت بهذا التصحيح وبهذا البحث الذي نعتقده جميعا هتطوي هذه السفرة وينتهي دين التشيع أصلا، لأنه هو هيعمل حاجتين: هينتهي دين التشيع والذي يعتمد على الإمامة، إذا ما فيش إمامة أصلا، لو ما فيش مهدي ما فيش 12، ما فيش 11 قبليه. الأمر الآخر سفرة صاحب الزمان كما وردت بالضبط في هذا الكتاب، قال لا تطوي سفرة صاحب الزمان. عندنا مؤسسات للمهدي ولجان خدام المهدي وغير ذلك. هذه الأموال تدار لهدم دين محمد بادعاء هؤلاء القوم حب آل بيت محمد. بس أنا آسف للإطالة عليك. لا بس ذكرتني بنكتة. قيل أن أحد خدام المهدي الذين كانوا يحرسونه جاء له رجل قال له متى يخرج المهدي المنتظر من السرداب؟ قال والله لو طلع لكسرت عنقه. قال له ايش تقول؟ قال ليش يطلع؟ يجلس هناك لأنه لو طلع سيقطع رزقنا. لو طلع المهدي نفس الرد اللي قالوا لأحمد الكاتب. قالوا لو طلع المهدي أكسر الرقبة حقه. يجلس.
خليه هناك عشان نلبلب اسمه الأخماس. نعم. إذا هذه من كتب الشيعة، ذكرنا كتاب الكافي أيضا الذي ذكرناه وعرضناه في الحلقة الماضية. فقال ولا عرفه الجمهور في كتاب الإرشاد للمفيد. كتاب الإرشاد للمفيد عرضنا. نعم. قالوا ولا عرفه الجمهور بعد وفاته. الجمهور الشيعة ما عرفوا المهدي هذا. كيف تلزمني أنا أنني أعرفه والشيعة أنفسهم ما اتفقوا على ولادته. نعم. ولا عرفوه. ولا عرفوه. ولهذا هناك أيضا نص في كتاب الإرشاد المفيد قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الصفحة الحسن. كام يا شيخنا معلش؟ هذا صفحة 356 كتاب الإرشاد المفيد. نعم. يقول أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الحسن بن عيسى العريضي قال لما مضى أبو محمد الحسن بن علي يعني مضى مات عليه السلام ورد رجل من مصر بمال إلى مكة لصاحب الأمر فاختلف عليه وقال بعض الناس إن أبا محمد قد مضى من غير خلف وقال آخرون الخلف من بعد جعفر. يعني واحد كان جاي يديله الخمس مال له. وقال آخرون الخلف من بعده ولده. فبعث يعني هذا الخلاف بين الشيعة أنفسهم. كيف تريد مني أؤمن بشخص الشيعة نفسهم مختلفون فيه؟ اثبتوه الأول أنتوا أيه وانقشوا يعني العرش قبل النقش كما يقال. يثبت العرش ثم ينقش بعد. ثم ينقش بعد. نعم. نعم. إذن هذا هو الجواب. يبقى الوجه الثالث الإيمان بولادة المهدي محل مختلف خلاف فيه عند الشيعة أنفسهم. نعم. إذن الجواب من 3 وجوه نعيدها. نعم. الوجه الأول أن الإيمان بالمسيح الدجال عندنا وعند الشيعة لا يعد أصلا ولا ركنا من أركان الإيمان. نعم. ولا شرط. نعم. وإنما هو من أمور الإيمان التي من أثبتها زاد إيمانه ومن أنكرها نقص إيمانه ولا يعد خارجا من الدين. نعم. الوجه الثاني أن المسيح الدجال إثبات وجوده متفق عليه بين السنة والشيعة. أما ولادة المهدي ليس المهدي، فكرة المهدي أنه سيأتي في آخر الزمن مهدي هذا متفق عليه بين السنة والشيعة. لكن الرجل المعين الذي هو محمد بن الحسن العسكري هذا عند الشيعة فقط. أهل السنة وقلنا في الحلقة الماضية شيخنا أنه اسمه يواطئ اسمي من كتب الشيعة. موجود. يعني اسمه يواطئ اسمي ولا يعني يوافق اسمه اسمي. نعم. هذا موجود. واسم أبيه اسم أبي. موجود. يبقى هو اسمه محمد بن عبد الله وليس محمد بن الحسن. نعم. طيب يقول نعيد التذكير. نعيد. نعم. مهم. نعم. قال يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذا في الحديث 21 في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي. يقول الحديث ذكر بإسناد أبي وإسناد عن ابن عمر قال يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. هذا الحديث الأول. ثم ذكر حديثا آخر يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. ثم ذكر أيضا يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. يعني في غير أكثر من موضع. أي نعم. يعني ثم ذكر أيضا أن هنا إشكال قوي جدا. يعني كيف نقول بأن المهدي هو يعني شوف ذكر هذا قال فإن جملة الصفات المجعولة علامة ولادة أن يكون اسم أبي مواطئا لاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا صرح بالحديث النبوي على ما أوردتموه وهذه الصفة لم توجد فيه فإن اسم أبيه الحسن واسم أبي النبي عبد الله وأين الحسن من عبد الله فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء من العلامة والدلالة. فإذا لم يثبت جزء من العلامة من العلة كان العلامة الأصل العلامة فلا يثبت حكمها إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تلك الأحكام ثابتة إلا لمن اجتمعت تلك الصفات كلها فيه كلها له التي جزاؤها مواطأة اسم الأبوين في حقه وهذا لم تجتمع في الحجة الخلف. قال الصالح فلم تثبت تلك الأحكام له وهذا إشكال قوي. يقول هذا إشكال قوي. هم اللي بيقولوا. أي هذا كتاب اللي بيقول. يقول هذا إشكال قوي. إذا نحن نريد الإشكال هذا نفسه. يعني أبسط قواعد أن يكون المهدي المتفق عليه بيننا وبينهم إنه اسمه يكون صحيح. اسمه صحيح. مثلا احنا لسه ما وصلناش بقى للولادة واتولد ونرجس وصقيل والمعتمد والخليفة. لا احنا إلى الآن الاسم مختلف عليه فطالما الاسم مش صحيح هذا لا تنطبق عليه العلامة مش هنكمل بعد كده اتولد ولا ما اتولدش. نعم.